السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية احكي لكم قصة غريبة. حدث حصل من فترة كده، تقريبا محافظة الدقهلية كلها يعني كانت مشدودة للحدث ده. الحدث عبارة عن ان عريس يوم فرحه اتخطف. مش يوم فرحه، ده في الزفة بتاعته اتخطف. خرج من عند الكوافير، ركب عروسته، بيسلم بقى على اهله وصحابه وجيرانه والكلام ده كله، وبيلف بعد ما ركب العروسة بيلف عشان يركب من الناحية التانية جنبها. هتيجي عربية وتروح خاطفة العريس. طبعا المفاجأة في البداية الناس مش عارفة ايه اللي حصل، وابتدوا يجروا وراه عشان يلحقوه او يلحقوا العربية اللي خطفته. الستات عمالة تصوت وتلطم، والرجال عمالين يلطموا. وحاجة غريبة جدا، مش كده وبس، وادي العروسة طلعت منهارة وعمالة تعيط، عمالة تصوت. وادي ام العريس عمالة يعني طب مين اللي خطفه ومين اللي عمل الكلام ده كله؟ طبعا محدش عارف حاجة خالص. طيب، يعني كده الفرح باظ. مش مهم ان الفرح باظ كده، يعني العريس اتخطف. طب مين اللي خطفه وخطفه ليه وهيعمل فيه ايه؟ طب وبابا العريس والد العريس ايه؟ ابنك اتخطف، واخت العريس اهي منهارة، قرايب العريس كلهم منهارين. طب اللي خطفه ده خطفه ليه وايه السبب؟ وازاي يتخطف في وسط اهله واصحابه وجيرانه وكأن ده شيء عادي؟ هسيب لكم الفيديو تتفرجوا عليه، وبعد كده هرجع لكم واحكي لكم الحكايه بقى وما فيها. خليكم معايا. على مهلك يا ابني، على مهلك. طبعا بقى كلنا شفنا الفيديو. تعالوا بقى نتعرف على العريس والعروسه. العريس اسمه احمد جمال سليمان، العروسه اسمها امل البدراوي. الاتنين من الدقهليه، من عزبه اسمها عزبه حماده، مركز دكرنس بمحافظه الدقهليه. طبعا اي حد هيشوف الفيديو ده هيعرف ان الفيديو ده كله عبارة عن فبركة، مش اكتر ولا اقل. احمد وامل، المفاجأة بقى ان احمد وامل الاتنين متجوزين، بقالهم متجوزين بقالهم 3 سنين وعندهم عيال. طب امال ايه الزفة والعروسة والعريس؟ لا، هم عملوا الفيديو ده علشان مجرد الترند. فبركوا الفيديو، حتى طريقة الخطف باينة، يعني واحد مديهم ظهره علشان يخطفوه فكأنها مفاجأة، فما يقدرش يقاومهم ويدخل العربية بسهولة. كل ده اتفق هو ومراته واصحابه واهله على المقلب ده. وطبعا اصحابه اللي صوروا الفيديو اول ما صوروه خلاص نزلوه على مواقع التواصل الاجتماعي علشان يحقق نسبة المشاهدات ويوصل للترند والكلام ده كله. طبعا بقى الفيديو ده لما وصل لوزارة الداخلية، يعني هو محدش بعت طبعا لوزارة الداخلية، ما يقدروش، ما يستجروش. اتدخلت في الموضوع وكشفت المقلب وتم القبض على الجميع. رد بقى الفعل بتاع ايه بابا العريس والد العريس؟ قال لك ايه ده مقلب؟ يعني ايه مقلب؟ احنا ما نعرفش ان ده مقلب. وامه من ساعتها وهي تعبانه، من ساعه ما ابنها اتخطف تعبانه وموجوده في المستشفى. مقلب ايه اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ طب هو الحاج ده اللي بيقول لك مقلب وما نعرفش انا ووالدته ان ده مقلب، انت ما تعرفش ان ابنك متجوز ودي مراته وانهم عندهم عيال ومتجوزين من 3 سنين؟
طبعا الكلام ده طبعا ما دخلش على الشرطة، وبالعكس الشرطة قلبت الدنيا كلها عشان خاطر ابنهم تشوف ازاي اتخطف والكلام ده كله، لحد ما عرفت ان دي كلها فبركة وكل ده عبارة عن مقلب. وعلى فكرة محدش قدم بلاغ بخطف احمد لوزارة الداخلية، هي مجرد ما شاف او وصل الفيديو ده ليهم اتدخلت على طول وتم القبض على احمد وعلى اللي معاه، اللي قال انا كمان قصدي ان انا اعمل ترند وازود المشاهدات، وما كانش قصدي حاجة خالص. طب ده عقل؟ يعني الناس اللي ما تعرفكش والناس اللي مش من عندكم لما تشوف فيديو زي ده، انت فاهم انت بتعمل اضطراب في الامن بتاع الدولة، بتاع القرية، بتاعت المحافظة بتاعتك. انت بتبين ان الدنيا كده في حالة فوضى، عدم استقرار، عدم امن. طبعا يعني وزارة الداخلية هتتصرف وهتشوف الامر فيه ايه وازاي يكون الحكم بالمنظر ده. بس انا من وجهة نظري ان اي واحد عشان يعمل ترند، او اي حد علشان مجرد يحقق نسبة مشاهدة ويكون بيسبب قلق او عدم استقرار للمجتمع او للدولة، فده لازم يتحاسب، ده لازم يتجازى، بحيث ان محدش تاني يقلده ونبقى في حالة فوضى وعدم اضطراب، لا عارفين الحقيقة ولا مش حقيقة ولا الكلام ده كله. فدي موضة الترند، ودي موضة اللي هي اكتر مشاهدة ازاي اجيبها. الناس بقى تتعب نفسيا، الناس تحس بايه، الناس تتخض، الناس تقول مفيش امن مفيش استقرار، نروج للكلام ده كله. اللي عايزين يحققوا مشاهدة او عايزين يحققوا مكسب ما بيبصوش للكلام ده. اهم حاجة المشاهدة والترند اللي هتدخل لهم ارباح كبيرة. يا ريت مش كل حاجة نشوفها نصدقها، ويا ريت ما نجريش ورا الكلام ده اللي هو الترند والمشاهدة. ده كان فيديو من الفيديوهات اللي هي الغريبة اللي انتشرت فترة، بس الحمد لله قدرنا نعرف ان ده كل ده فبركة، وان كل ده حاجة مش حقيقية. اتمنى انكم كلكم تخلوا بالكم من كل حاجة واي حاجة بتشوفوها، وما تتأثروش بكل حاجة بتشوفوها. احنا مش عارفين دلوقتي من كتر ما بيعملوا الحاجات دي ايه الحقيقة وايه اللي مش حقيقة. السلام عليكم.